السلام عليكم. شلونكم يا مواطنين؟ ان شاء الله بخير. بس اليوم حبيت احكي بموضوع، يعني هو لو حتى ماكو تجاوب، بس انا حبيت احكي اللي بقلبي لان شوية تضايقت حيل. اكو واحد من مصر، من اخواننا المصريين، بس هو انسان تافه، اسمه صابر مشهور، عنده قناة على اليوتيوب. يعني بدال ما يدعم العراق ويقول مبروك على الدوري وهاي خطوة جديدة للعراق والعراقيين انه افتتحوا خليج 25 ويبارك لنا، لا والله جاي ينشر مقاطع ويقول سرقوا الكويتي، الوفد الكويتي وما اعرف شنو يعني، وتسقيط، ويقول هاي فضائح للشيعة. زين الشيعة شلهم دخل بهاي الامور؟ يعني هي دولة كاملة، سنة وشيعة ومسيح واكراد، وهذا الانجاز للعراق كله. فيعني انت يا ناكر الجميل، يعني انت تعرف العراقيين شلون ساعدوا المصريين، ولحد الان روح اسأل المصريين اللي كانوا بالعراق واللي موجودين حاليا بالعراق، معززين مكرمين وكأنه بلدهم. بس انت تجي تسقط العراق، انت واحد خنزير، ابن بهيمة، ابن زانية. لانه اللي يحكي بالطائفية ويشق صفوف المسلمين هذا ابن زانية، وانت ابن زانية خنزير. زين، والله اعلم مرتك اكيد عاهرة، لان انت واحد خنزير. فانت تجي يا صعلوك تسقط بالعراق. يعني انا دائما انتقد العراق، بس انتقده لانني احبه. بس لما يجي واحد صعلوك مثل هذا صابر مشهور ويتكلم عن العراق، فاكيد راح اتكلم وياه بهذا الاسلوب. العراق يبقى اسد العرب، العراق يبقى مهد الحضارات، وانت تبقى صعلوك ابن بهيمة، ابن كلب. بس والله انا قريت التعليقات اللي هو منزل الفيديو، يعني ولا واحد من اخواننا المصريين الشرفاء يرد عليه ويجاوبه باي جواب، يقول له عيب هذا الكلام. بس احنا دائما العراق والعراقيين نسوي خير ويرجع علينا شر. بس المهم يعني هم العرب يجبرونا نبتعد عنهم، واحنا ما محتاجين. يعني وهو هذا ابن الكلب، ابن العاهرة، هذا صابر مشهور، يقول والله هذا شو اسمه، تنظيم ايراني. شو تنظيم ايراني؟ لك العراق يشتري الدول العربية بفلوسه ويشتري ايران وياهم. احنا محتاجين احد ينظم لنا؟ بس غير احنا وقعنا بحكومة حرامية. بس ان شاء الله هاي الخطوة الاولى العراق راجع غصبا عليك وعلى الانذال واولاد العاهرات اللي مثلك. يا كلب يا ابن الكلب. وتحياتي للمصريين الشرفاء. انت واحد مو شريف، ابن كلب، ينعل ابوك على ابو امك مثل ما يقولون. ابن الورمة، هاي مسبة مصرية حلوة تعجبني، يا ابن الورمة. وتحياتي للجميع، باي.